السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين؟ ما صحاكوش على خير؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده باذن الله تعالى. عشاق الكاوكاو او عشاق السهل والاقتصادي، حلوه ديال الكاوكاو كتجي ما شاء الله، منظرها يا سلام، وسهله وسريعه في التحضير. تقدري توجديها في نفس النهار لاي مناسبه. وجبت لكم هاد الحلوه د الكاوكاو ان شاء الله بمناسبه عيد الفطر. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه وبالسلامه وباش ما تمنيتوا يا ربي. حليوه سهله كتجي رائعه وممتازه، ما نقول لكمش كي جات المذاق يا سلام، وطريقه سهله وسريعه في التحضير يا سلام. هنايا في البدايه ديال الفيديو كنوضح لكم يعني طريقه سهله ما واعراش بزاف، واللي ما عندهاش هاد الطابع هذا تقدر دير غير بيديها او على شكل هلال او شي طوابع اخرين. بالنسبه لي هاد الطابع هذا خرجت لي هاد الحليوه هذه يعني متميزه بزاف، والمذاق والشكل ديالها شكروها ليا وذاقوها مالين الدار. وبالنسبه لي انا ذقتها ما نقول لكمش مع كويزاتي جات اكثر من روعه ديال تحميره الوجه. ان شاء الله غادي تولي معتمده عندكم حلوه ديال الكاوكاو وما كتقامش غاليه بزاف. وشوفوا المنيضر ديالها راقي وزوين. هنايا خديت واحد 2 معالق ديال الزبده بحراره المطبخ، كاس ديال السكر سنيده. كنشد هادشي كله كنخدمو على شكل بوماد، وغادي نخلي لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. سهله في التحضير ما فيهاش كثره يعني المراحل، دغيا كتوجديها. غير احترموا المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله وغادي تجيكم النتيجه رائعه. هنا كاس ديال زيت المائده، غادي نخدم هاد العناصر كلها حتى تولي على شكل بوماد. انا خدمتها بيديا ولكن بالفوي ما تعطينيش كيف ما كنخدمها انا بيدي. بغيتو نتوما تخدموا بالفوي كيبقى الاختيار ليكم. انا خدمتها بيدي صافي. كنبقى نتا وكنتخلص من ديك الحبيبات ديال الزبده. هنايا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، 2 معالق ديال المزهر، 2 معالق كبار ديال المزهر. كتعطي واحد المذاق هائل مع ان شاء الله العصير ديال الحامض. نخلطوا هاد العناصر كلها حتى كنشوفوا باللي كلشي راه تخلط مزيان. وغادي نضيف واحد الكاس ماء عامر ديال الجوجلان من طبيعه الحال اللي هويا حمرته في المقله. بغيتو ما ديروش الجوجلان كيبقى الاختيار لكم، بغيتو ديروا غير الكاوكاو حتى هي راه كتجي روعه. ولكن الجوجلان كيزيد كيخليها مخزانيه وكيعطيها واحد النكهه متميزه. خدمت هاد العناصر كلها كما كتشوفوا. غادي نزيد واحد الرابعه ديال الكاوكاو اللي هي حمرتها بلا قشور ودوزتها في الهاشوار، 250 غرام ديال الكاوكاو حمرتها في الفران وخلطتها في الهاشوار. هنا غادي نخدم معكم بالكيسان. درت الكاس الاول من طبيعه الحال والكاس الثاني، وديما كنخدم انا الحلويات ديالي بالدقيق الممتاز. هنا درت 2 كيسان ولكن غادي ندير الثالث ما عامرش. وغادي ندير واحد تقريبا 12 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، 12 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. وهنا غادي نزيد الكاس الثالث اللي هو ما عامرش، تقريبا كاس الا ربع. هو باش اكتفيت وجمعت هاد المقادير هذه كلها. غادي نحاول نجمعها مزيان وحتى نشوفها انها صافي مابقاش كتلصق ليا في يديا. غندير التيست باليد الاخرى اللي ما كتجمعش، وغادي نشوفوا العجينه غتكون لينه شويه ما تكونش قاصحه بزاف، لان لا درتها معكم قاصحه ما غتجيش رطبه، ما غتجيش هشيشه وما غتجيش زوينه. صافي هنايا درت التيست ديالي وشفت هذا هو العجين اللي خصني نخدم به الحلوه. انا خديت هذا الطابع هذا، كيبقى الاختيار ليكم نتوما. يعني انا بالنسبه لهذا الطابع هذا جاني يا سلام، جاني المنظر ديالها زوين، المنظر ديالها جميل ورائع. صافي بالنسبه لدرجه الحراره ديال الفران 175 الفوق والتحت، تو كنتحسوا بها راه هي طابت. كيبقى الاختيار ديالكم على حسب الفران اللي عندكم. بالنسبه لي انا الفران ثقيل
طيبها ليا تقريبا واحد الساعه. اما بالنسبه اللي عندكم نتوما كتحكموا فيه وكتعرفوا الفران ديالكم كيفاش كيطيب، ثقيل اولا خفيف. صافي هنايا غادي نشكل معاكم ثاني التشكيله الثانيه، وغادي نطبعها بهذا الطابع هذا. بغيتو ديروها على شكل هليله حتى هي كتجي زوينه، ولكن هذا المنيضر هذا شوفوا ما شاء الله جا روعه، طويبع زوين صراحه، وجا راقي وجا زوين. صدقوني المذاق مع داك القرفه والحامض استسمح يعني مع القرفه والمزهر جا روعه واكثر من روعه. القرفه والمزهر كتواتى مع الكاوكاو والجوجلان، وما فيهاش كثره المراحل، يعني ما فيهاش كثره التعقيدات. تقدري توجديها في وقت وجيز. عطاتني انا كميه لا باس بها، طاوه ويعني طاوه ونص تقريبا، صينيه ونص، طاوه ديال الفران من طبيعه الحال. غير بعد الكاوكاو ما شاء الله خرجت لي واحد الكميه وفيره. تنبقى نستمر حتى وكنطبع الحليوه ديالي ديال الكاوكاو على هذا الشكل هذا. دغيا كتكملوها كتحطوها في سطح العمل كويرات كاملين وكتطبعوهم، وانتم عينكم ميزانكم، الا كانت كبيره كتنقصوا، الا كانت صغيره كتزيدوا. ما كتفوش تقريبا 26 غرام حتى ل 28. صافي وشكيلها راقي وشكيلها زوين. صافي وغادي نحطها في الصفيحه اللي غندخلها الفران، هي كلها نظمتها وغادي تدخل الطيب كما قلت لكم على درجه الحراره 175 الفوق لتحت. وهذا هو الشكل النهائي، تيبقى كما حطيتيها كما كتهزيها. وغادي نفندها ونخليها حتى تبرد مزيان، وناخذ الكويغطات ونفندها في السكر كلاصي ونحطها في الصينيات ديال التقديم. كي ما تعمروهاش من يعني غير الوجه ديالها هو اللي كنغطسو انا في السكر كلاصي، وكنحطهم في كويغطات من طبيعه الحال. وكيبقى تزيين ليكم نتوما فين بغيتو تحطوه في اي صحن التقديم، ونحطوها في كويغطات كتجي يا سلام. شوفوا ما شاء الله منيضرها زوين، ما كتدي فورما ما حتى شي حاجه، حتى داك النقاشات ديالها من الجناب كيبقاو كيف ما حطيتيهم، لان المقادير مضبوطه. وهذا شكلها النهائي. جات روعه. كنتمنى من قلبي ان شاء الله هذا الفيديو كنا نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى من قلبي ان شاء الله تبارطاجيوه. ونقول لكم شكرا على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله، ونخليكم مع تتمه الفيديو. وعيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه وباش ما تمنيتوا يا ربي.